السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا امبارح عصرنا البرتقان وقلت لكم ان احنا هنعمل بالقشر دوت حاجات. فاول حاجة هنعملها ان احنا طبعا غاسلين القشر كويس، غاسلين البرتقان اصلا كويس. فبناخد القشر بتاعه بنضربه زي ما انتم شايفين كده في الكبة، وبنعمه قوي. وبستعمله وانا باجي اعمل الكيكه، باجي اعمل بسكوت، اي حاجه بحب اديها طعم وريحه البرتقال ممكن احط فيها البشر بتاع البرتقال اللي انا عملته دلوقتي. ده اول استعمال. في استعمال تاني، طبعا احنا مربيين طيور فممكن ناخد القشر دوت وبنضربه برضو في الكبه كويس او في الخلاط، وبحطه على العلف وعلى الاكل بتاعهم. طبعا ده فيتامين سي عالي جدا جدا جدا. طبعا مش محتاجين ادويه ولا محتاجين اي حاجه، اهو فيتامين سي طبيعي جدا ان احنا بناخده بنعمله وبنحطه على الاكل بتاع الطيور، وطعمه بيبقى جميل والطيور بتاكله. هنا ادينا حطينا على الاكل بتاعهم. طبعا فيتامين سي عالي جدا جدا، ومش محتاجين ادويه ولا اي حاجه، وطعمه بيبقى حلو والطيور بتاكله. وبيرفع مناعتها كويس قوي، بالذات في الايام اللي هي شويه ساقعه شويه حر كده. نيجي لتاني حاجه عندنا انا كنت نويت وقلت ان انا هقول على العلف، وهوريكم اللي انا بجيبه. فهنا انا بجيب العلف السوبر البادي. احنا ملناش دعوه بالاسم، احنا لينا كلمه علف سوبر بادي اللي هي 23%. وانا بشتري العلف لازم اتاكد ان العلف اللي انا بشتريه دوت سوبر، لانه هو بيبقى نسبة البروتين بتاعته عالية، ويبقى فيه بيدي الطيور بتاعتك مناعة قوية جدا تقاوم تغيرات الجو اللي احنا موجودين فيها. وهنا انا فتحت الشكارة لقيت مكتوب المكونات بتاعة العلف بالنسب بتاعته، بالمواد اللي محطوطة فيه. ده دليل على ان هو معمول بطريقة صح، ودكاترة كاشفة عليه، ودكاترة محددة النسب اللي هو بيتحط فيها، بيتحط في العلف، والحاجات اللي بتتحط في العلف. فدوت بيعمل معايا، فده بيعلي لي المناعه بتاعه الطيور بتاعتي وبيخليها تقاوم الامراض كويس قوي قوي، لانه تحت اشراف اطباء. لكن اللي معمول تحت بير السلم ده ملوش اي لازمه، ما بيديش معاكي اوزان، وما بيبقاش فيه المناعه اللي تخلي الطيور تقدر تقاوم المرض. فدوت كان الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. واذا عجبكم اتمنى ان تعملوا اشتراك ولايك وكومنت، واتمنى ان انا اشوف اقتراحاتكم. ولو حد عنده اي تعليق ليا، اي نصيحة ممكن يفيدني بيها، يعني يا ريت. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.